بسم الله الرحمن الرحيم. جبت لكم وصفة تاع لابوغي، هي كيما تاع المطاعم بزاف بنينة، رايحة تعجبكم. ونبداو مع ماما بطريقة التحضير. نقشروا البطاطا ثم نقطعها، وبعدها تقطعها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا. نحطوا لها سنينة ثوم ونخليوها نفوروها، ما نغليوهاش في الماء باه تبقى بنينة. وبعد ما تفور نحطوا لها قطعة زبدة ونحركو بالباتور بهذه الطريقة. ونزيدو ملعقة من الجبن. ماما تستعمل جبن والد بنين يهبل، وتجي لابوري تاعكم بنينة. نحطو الحليب بشوية، الحليب لازم يكون سخون مش بارد باه لابوري متجيش فيها الحبيبات. بقاو حطو وخلطو حتى تولي لكم بهذه الطريقة. ودرك وقت اللاصاز هديك اللي بنينة تهبل، نحطو الزيت كي يسخن، نحطو الدجاج، نخليوه يتحمر مليح مليح في الزيت. نبقاو نحمرو ونقلبو هذا اللي يتحرق لكم. ونزيدو البصل والثوم ونحركوه، ونحطو لي زيبيس، ملح، فلفل اسود، كركم، زنجبيل، كمون، حمار حار. نحطو له الاعشاب العطريه، ولا ما كانتش عندكم ما تحطوهاش. وبقاو وحركوا في هذاك البصل حتى يتحمر مليح. كي تتقلالكم البصل مليح بالطريقة هذه، زيدوا لها فنجان ماء واحد فقط، ونفتحوا لاكاكوت نلقاوها طابت. ونحمروا الدجاج، ما عندوش اير فراير يقدر يقليها في شويه زبده، بصح الاير فراير خير تجيب لكم صحيه. درك نجيو لهداك البصل اللي طيبناه، نحيوه بالبغا ميكسور، تلحيوه مليح مليح بهذه الطريقه. نلحيوها مليح مليح. نلحيوها جيدا باه تجينا بنينة. شوفوا هذا الطريقة وتولي لكم هكا. شوفوا نحط الزبدة، عفوا هذا الجبن ماشي الزبدة. نزيدو الميكسيوه مليح مليح، وبهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. رايحين تتصلوا على واحد اللاصوص عن بالكم جامد، دقتوها البنات حخر على المطعم.
هاو الدجاج اللي قبيله كنا نحمره فيه تحمر. دركا رايحين نزينو الطبق تاعنا. احنا زيناه بالطريقة هذه، وكل واحد يزين كما يحب. نحطو لابوغي ونعدلوها بالملعقة، ونصبوا عليها هذيك لاصوص البنينة اللي خدمنا. حطوا الطرف تاع الدجاج تاعكم، ونحطوا شوية الأعشاب العطرية من الفوق. وشهية طيبة. باي باي.